Bonjour, moi c'est Niel, professeur de français, mais je voudrais vous dire quelque chose que ça c'est mon certificat, professeur de FLE. Ça veut dire français langue étrangère. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن شيء مهم جدا، فاكرين؟ البيراميد de l'apprentissage، وقلنا ان البيراميد de l'apprentissage ده اللي هو فيه 4 باسيف وفي 3 منهم اكتيف. اقدر ان انا احول الباسيف لاكتيف. الحقيقة الحاجات اللي احنا بنشوفها وبنسمعها عمرها ما بتثبت. يعني ممكن انتوا بعد ما بتخلصوا الفيديو بتاعي تخرجوا منه تحسوا ان انتوا نسيتوا اللي انتوا اتعلمتوه. انت استفيد منه ان انتوا تجيبوا ورقة وقلم تحاولوا ان انتوا تاخدوا منها الملاحظات المهمة اللي ممكن ان هي تساعدكم بعد كده ان انتوا تتطوروا. اوكي، فنقدر ان احنا نعمل مع اي فيديو بيمر علينا ان احنا نعمل معاه بنفس الطريقة، ولكن ده عمره ما هيكون بطريقة عشوائية. يعني دخلت حضرت فيديو مثلا على الفيسبوك وفجأة طلعت حسيت ان انا فاكر هو انا سمعت ايه منه او استفدت ايه منه، حتى لو افتكرت دلوقتي ممكن بعد ساعتين تنسى. فهي دي الفكرة، ان المخ دايما ما بيعتمدش على الذاكرة اللي بتشوفها او بيسمعها، بيعتمد دايما على اللي كتب. دي هي الطريقة المثالية ان احنا نستفيد بيها من مذاكرتنا. بخصص ساعة، جدول 40 يوم، ساعة يوميا، وبعد كده ان انا ببدأ اشتغل على الحاجات اللي انا عندي فيها مشكلة، اشوف ايه المشكلة اللي عندي وابدأ اضغط عليها اكتر. خلاص انا جهزت جدولي، حددت الساعة مثلا من الساعة 8 للساعة 9، الساعة دي انا هبدأ ان انا اخصص فيها ده وقتي بتاع المذاكرة. بقفل الباب، اظبط الالارم بتاعي من الساعة 8 للساعة 9. انا مش هقوم الا لما اكون خلصت اللي ورايا. ادوات هحتاجها: بورتابل، الفون، اورديناتور بورتابل، اللابتوب، ايكوتور اللي هي الهيدفونز، وكمان ورقة وقلم او نوت على البورتابل لو انت عايز، بس الاحسن ورقة وقلم عشان ترجع لها وقت ما تحب. نيميرو 4، ودي اهم حاجة فيهم، هي ان انا هبدأ اسجل لنفسي واقول لكم ليه وايه الهدف منه وازاي ان احنا نطلع مستفيدين من موضوع الشادوينج ده، مش خلاص بعمل اي حاجة لازم اعمله باتقان. نبدأ التمرين. نيميرو 1، شغل الفيديو. بنوقف بعد كل جملة أو 3 أو 4 كلمات بالكتير مش أكتر. أميز كل حاجة، نبرة الصوت، إمتى بيهدي، إمتى بيعلي، إمتى بيوقف، إمتى بيمد الصوت، كأني برسم خريطة في دماغي عن الكلام. دي خطوة اللي بعدها، وإن أنا هشغل الفيديو تاني بس بترجمة أو بسوتيتر. يستحسن سوتيتر. في كلمة وقفت معايا هبدأ إن أنا أشوف معناها، بس هدونها عندي إن أنا الكلمة ديت أنا عرفت معناها وخلاص. ممكن متكتبش معناها بحيث إن أنت ترجع لها تاني تفتكر معناها أنت من غير ما تبص على الكلام اللي مكتوب. يعني تخصص كارير للكلمات الجديدة. هبدأ أشوف لو في كلمات صعبة أشوف معناها واكتبها وخلاص. نمرو 1، شغل الفيديو. 2، وقف الفيديو بعد جملة أو 3 أو 4 كلمات بالكتير، ما تزودش عن كده. 3، شوف لو في كلمات صعبة ممكن تدور على معناها. 4، كرر الجملة بصوت عالي. 5، كرر الجملة تاني وحاول تقلد نفس نبرة الشخص اللي بيتكلم. 6، رجع الفيديو تاني وحاول تجيب نفس الطريقة اللي انت سمعتها بيها. 7، كرر نفس الخطوات تاني لحد ما لسانك يتعود على طريقة النطق. دي كده البداية. بس بعد ما خلاص أتقنت الجملة حاول ان انت تسجل الصوت النهائي ليك، انت هتنطقها ازاي. اوكي، دي تعتبر الجوكر في الموضوع كله. نيجي بقى للشادوينج الحقيقي. حالة التسجيل انت بتبدأ تقارن ايه؟ تقارن النتيجة النهائية بتاعتك، الجملة اتقالت ازاي، باللي الشخص او الممثل او غيره بيقولها. بتقارنها بالظبط بنفس الطريقة. هل نطق الآغ ازاي، نطقها مد حروف معينة، الصوت بتاع الأسئلة شكله عامل ازاي، طالع لفوق، ما بيسألش بيقول أمر، وهكذا. تمام، فبتبدأ تركز في كل الخطوات اللي انت عملتها بتركيز. اتمرنت كويس على الفيديو كله، مسكت جملة جملة وقعدت ان انت تكررها لحد ما تنطقها بنفس الطريقة بالظبط وتقلد صاحبها بالظبط. تمام، حلو جدا. نيجي بقى على الشغل الصعب.
بنيجي نعمل شادوينج للفيديو بالكامل. معك تسجيل وبتبدأ ان انت تسجل على الفون بتاعك اللي انت بتقوله. في الاخر انت بتقارن بنفس الطريقة. عايزين فيلم ان انتوا تبدأوا تعملوا عليه شادوينج بسيط، هو ينفع للنيفو A1 والA2، هو بيتي نيكولا. بصوا صورته دي، ممكن تبدأوا من دلوقتي ان انتوا تدخلوه في الروتين بتاعكم، بحيث ان انتوا الروتين بتاعكم يكون في حاجات برضو مختلفة، أفلام، سيت انترنت زي ما كلمنا، أو على الابليكاسيون بتاع تي في 5 موند اللي هو ده، وتبدأوا ان انتوا تعملوا سيرش كتير، وتبدأوا ان انتوا تجهزوا حاجات تشتغلوا عليها. Un exemple sur le shadowing. Ah oui, bonjour. Il est à vous le 4-4 gris. Quoi? Le 4-4 Il gris. est à vous? Il est à vous? Bah, enfin... C'est une location. c'est une location, ouais, quoi? Écoutez, c'est trop C'est trop marrant. marrant. Ouais. Parce que jadis, j'avais un 4-4 noir. D'accord. D'accord, C'est c'est marrant. assez marrant. Merci. Merci. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.